سلام البنات، ان شاء الله كامل راكم بخير وصحتكم على خير. ان شاء الله يجيكم الفيديو هذا وانتم في احسن الاحوال يا رب. لاول مره حبيبتي تشوفي قناتي، ما عليك غير تشتركي وتفعلي الجرس هكذا باش يلحقك كامل جديدي. اذا عجبكم الفيديو حبيباتي ما تنساوش تخليوا لنا لايك للفيديو وتعليق محفز. هذوك التعليقات الشابه الباهيه ذوك اللي تحطوهم لي راني نحبهم بزاف، وبكم راح نستمر، وبكم وتشجيعكم اكيد راح نقدم الاحسن والاحسن. اليوم حبيباتي جيتكم بوصفه مختلفه، جيتكم كما راكم تشوفوا بخبيزات الفلفل. كما راكم تشوفوا هذو الخبيزات بزاف بنين ويجيو يعني بالفلفل المقلي، وراح يجيو بزاف بنين. يعني تابعوا الوصفه معايا للاخر باش تكتشفوا المقادير وطريقه التحضير. هنا اول حاجه واش راح ندير؟ عندي بصله مرحيه، وعندي طماطم، وعندي نصف لتر ماء كما راكم تشوفوا البنات، وعندي لهنايا كما راكم تشوفوا الدجاج. عندي هكذا كما راكم تشوفوا زدر تاع الدجاج، راح نطيبوا يعني بزدر تاع الدجاج. انا كنت درتها ربعه، يعني راح كنت درت كميه كبيره شويه. هنا شوفوا في البوبيطه تاعي راح نطيب فيها، راح نحط الدجاج تاعي، راح ندوي كلش على ضربه واحده، وندير البصل كما راكم تشوفوا، وندير الطماطم تاعي. الطماطم تكون يعني خير حبه تكون هكذا شويه هكذا حمراء باش تجيكم يعني بنينه. والتوابل هنا بطبيعه الحال واش راح نديروا؟ حنديروا ملح، ونديروا فلفل اسود، اللي تحب ديروا اللي تحب ما ديروش ما ديروش. نديروا شويه كزبره كما راكم تشوفوا البنات، ونديروا شويه فلفل حمار حار. انا نحب الدجاج تاعي يكون منداوي مليح يكون حار، واللي عندها الهريسه دير هريسه. ونديروا توابل الدجاج، ونديروا الزيت كما تحبوا نتوما. تحبوا ديروا 3 ملاعق، تحبوا ديروا 4 ملاعق، انتوما احرار. وديروا عليها هذيك نصف لتر تاع الماء يعني، وتنقصوا النار تاعكم مره وتخليوها تطيب في راحتها. ان شاء الله يعني تكونوا فهمتوني. هنا نروحوا للمرحله المواليه. هذه المرحله واش فيها؟ راح نخدموا العجينه تاعنا. العجينه تاعنا كما راكم تشوفوا البنات، عندي نصف كاس تاع حليب، راح نكمل نعمروا ماء، يعني كلش عندي نصف لتر مخلطه بين حليب وماء. يعني هنا ان شاء الله تكونوا فهمتوني. شوفوا البنات، اللي عندها حليب دير ديريكتومون نصف لتر حليب، اللي عندها ماء دير نصف لتر ماء، اللي ما عندهاش كما انا درت يعني توفرت عندي غير كميه قليله من الحليب، درت نصف ماء ونصف حليب وكملت. يعني بالطريقه هذه وراح تجيكم يعني بزاف هشيشه. وانا نعطيكم الاختيارات. هنا راح ديروا الملح تاعكم، يعني الملح على حسب الحاجه. راكم على بالكم كيفاش البنات، يعني على حسب العجين تاعكم، على حسب انتي كثرتي قللتي كل وحده كيفاش. ليسونسيال هنا البنات نكملوا. هنا نروحوا نديروا كما راكم تشوفوا ملعقه كبيره تاع السكر، وملعقه كبيره ونصف خميره المطلوع، وملعقه تاع خل. لازم ديروا الخل البنات. ولا هنا درت 4 ملاعق زيت كما راكم تشوفوا البنات. نخلط هذو المكونات كامل مع بعضهم هكذا، ونزيد بيضه كامله. البنات ديروا بيضه كامله. هذه العجينه بزاف تجي قطنيه وتجي هشيشه، تجي بزاف روعه، يعني ديروها وعلى ضمانتي. هنا نبدا نضيف الفرينه تاعي، ونضيف كما راكم تشوفوا هكذا حوالي ملعقه صغيره تاع خميره تاع الحلويات. هذه هي باش يعني الخميره تاع الحلويات اللي نضيفوها باش تجينا هذيك القرمشه في المعجونات تاعنا. هذه هي. هنا شوفوا البنات، يعني نجمع الخليطه تاعي كامل كما راكم تشوفوا. يعني هذه الكميه راح تعطيكم انا شوفوا خرجت لي يعني 9 خبيزات، ويعني ما شاء الله خبيزات تاعي كبار. يعني من بعد كي تحبوا تقسموا الخبزه تاعكم على زوج تقدروا. هنا نعطيكم واحد السر هكذا. هذه العجينه ما تعجنوها ما تدلكوها ما ديروا لها والو، وشن هي خليوها شويه تتلاصق شويه ماشي بزاف، شويه باك. دوك نعطيكم القوام اللي تحصلت عليه انايا. شوفوا البنات هذا هو القوام اللي تحصلت عليه انا. ونغطيها بكيس بلاستيكي، والسر تاعها نخليوها تخمر في الثلاجه. خليوها تخمر في الثلاجه حتى تنفخ مليح ومن بعد نحيوها. شوفوا البنات هنا اي كانت في الثلاجه، شوفوا كيفاش تنفخت لي. هنا شوفوا نهبطوا لها الطلوع تاعها ونبداو نخدموا. هنا ندير كويرات، يعني عيني هي ميزاني. شوفوا لهنا العجينه تاعي راهي تتلاصق. شوفوا البنات انا راح يعني نجيب بلاطو هكذا نفرش فيه شويه فرينه، ونبدا نشكل كويرات ونرش عليه من الفوق شويه فرينه، باسكو قلت لكم العجينه تاعي راهي تتلاصق باش هكذا تبقى لي خفيفه. شوفوا لهنا البنات، يعني بعد ما شكلت كويرات وكنت قليت الفلفل يكون حلو البنات، قليته وقشرته، والدجاج تاعي كان طابلي فتته. لهنا العجينه تاعي غطيتها بكيس بلاستيكي باش يعني ما تيبسليش من الفوق.
ونجيب نبدا نحل فيها هكذا، ندير شويه فرينه ونفتحها طوليا كما راكم تشوفوا البنات. دوك نوضح لكم اكثر فاكثر. لهنا عندك فرماج ديري، عندك زيتون اخضر ديري، واش عندك ديري، ميم عندك طون تقدري ديري طماطم يعني يجيب بزاف بنين، وانتي حره يعني واش تحبي ديري. هنا الفلفل تاعي البنات كما راكم تشوفوا قشرته ونحيت له هذيك الزريعه تاعو كامل، ونعمروا لهنا بالدجاج. قلت لكم اللي عندها زيتون تقدر تضيف، واللي عندها الفرماج تقدر تضيف. انا ما توفرش عندي، درتها هكذا وجات بزاف بنينه، خاصه كي ديروها مع الشربه. انا درتها مع الشربه البنات. شوفوا لهنا نبدا نفتح في ندير شرائط كما راكم تشوفوا لهنا، ديروا كيما تحبوا يعني على حساب الطول تاع الفلفل تاعكم. تقدروا ديروا 7 شرائح، تقدروا ديروا 9 شرائح، نتوما قلت لكم على حساب الطول اللي عندكم. لهنا شوفوا البنات انا نحلها كامل هكذا باش نبدا نظفر فيها. شغل راح نظفرها، شوف نهز الكوتي اللي منا نحطو، الكوتي اللي منا نحطو العكس ونمشي. قلت لهم شغل راني نظفر، ان شاء الله باك يعني تكونوا فاهميني. ها ودوك نعاود لكم يعني فيديو موش مسرع يعني هكذا مقطع باش تفهموني اكثر. يعني الطريقه راهي سهله البنات، وعلى بالي باللي كامل تقدروا ديروها، تركزوا برك ديروها وراح يجيكم واحد الخبيزات بزاف بنين. انا ديما نديرهم يعني مع شربه يجيو بزاف بنين. ان شاء الله يعني تجربوهم برك وتخليوا لي تعاليقكم في لي فيديو تاعي. يعني اي وحده جربت وصفه من وصفاتي تخلي لي في التعليقات هكذا باش يعني نحس في روحي يعني مانيش نتعب في الباطل. وهنا شوفوا البنات بعد ما درتها شوفوا نحاول اني نسقمها هكذا، نحطها في نهزها باش نحطها في البلاطو تاعي. البلاطو تاعي كنت يعني درت له شويه زيت برك، واللي عندها بابي كويسون تقدر ديرو، يعني اللي ما عندهاش بابي كويسون تقدر دير زيت كما درت انا وخلاص، يعني مش راح نلصقوا معاك والله. هذه هي ليسونسيال البنات لهنا. ما تنساوش ديروا الجام، راني نزعفه ديروا الجام. والله نتهاوش وكل ما ديروش الجام، ديروا لي جام على الفيديو باسكو والله البنات غاراني نمد لكم من قلبي. وما تنساوش ثاني تشاركوا الفيديو هذا مع الاهل والاصدقاء هكذا بالكش تعمل فائده، مام هكذا بتكبر اللمه تاعنا، تكبر القناه، ما نقعدوش وحدنا يعني اللي ما يعرفش القناه تاعي ان شاء الله كاملين يعني يوليو يعرفوها. شوفوا البنات هنا نزيد نحل لكم وحده، ديما قلت لكم نحلوها طوليا هكذا. والفلفل تاعكم البنات كي تقشروه خليوه هكذا يكثر من هذاك الزيت باش ما يقعدش فيه بزاف زيت. ومام الزريعه هذيك نحيوها ما تخليوهاش، وحشيوه لهنا قلت لكم بالدجاج ولا طون تاع طماطم، ولا ديروا قلت لكم زيتون، ديروا فرماج، يعني واش عندك نتيا ديري. مام كي تفتحوا العجينه تاعكم بار اكزومبل وجاكم يعني الفلفل تاعكم صغير والعجينه جاتكم يعني بزاف كبيره، نقصوا منها عادي. يعني ديما نقول لكم كيفاش ديروا كيفاش تخدموا، يعني نحاول ديما نمد لكم يعني الوصفات قد ونحاول يعني ما نخبي عليكم حتى حاجه. ميم اللي ما تعرفش كاش حاجه والله تخلي لي في التعليقات البنات، اني مش راح نبخلها يعني كلش راح نمدوا لها بالتفاصيل. شوفوا البنات ندي طريق ونجيب الطريقه ان شاء الله تكونوا فهمتوني برك، باسكو الفيديو راه يوضح خير مني نورمالمون، باسكو انا بالك ما عرفتش كيفاش نوصل لكم الفكره، مي الفيديو راه يوصل في الفكره نورمال كما كنتوا تشوفوا البنات لهنا. انا راح نكمل كامل واش عندي ونروحوا كما راكم تشوفوا لهنا. بعد ما كملتهم البنات نجيب هنا من الاحسن باش يجيكم هذوك المملحه تاعكم حمر البنات، ديروا غير صفار البيض تخلطوهم مليح كما راكم تشوفوا البنات، وتدهنوا الحبات تاعكم. هذه هي شوفوا البنات لهنا كي ندهن في الحبات تاعي لهنا راني نحاول ديما ما نقيسش يعني البلاطو تاعي باش من بعد ما الحبات تاعي هذوك ما يلصقوليش. مام كي يلصقوا لكم ولا البنات جيبوا موس برك هكذا وحاولوا انكم تنحيوا لهم هكذا وين راهم لازقين، ومن بعد يتنحيوا معكم نورمال. هنا انا البنات ما درتش يعني صفار بيضاء باش ما نكذبش على روحي، درت صفار بيضاء وبيضه كامله باسكو انا درت قلت لكم 9 مملحات يعني دي خبيزات تاوعي جاوني بزاف كبار، يعني صفار بيضاء مش راح تكفيني ومش متوفر عندي البيض في هذيك الضربه، يعني وليت كما تشوفوا البنات درت يعني بيضه كامله وصفار بيضاء باش هكذا البنات تجيوني يعني تكفيني. هنا واش راح نزيد ثاني نقول لكم البنات لهنا بعد ما تدهنوهم كامل واش راح نديروا ترشوهم. عندكم جلجلان بار اكزومبل ترشوها، عندكم سانوج، واش عندكم نتوما ديروا بذور الخشخاش، واش تحبوا ديروا نتوما. تزيين ديما نقول لكم يبقى اختياري، انا فضلت ندير لها شويه جلجلان هذاك ما عندي، سانوج وخلاصنا والله ما كاين في الدار ليسونسيال. درت شويه كما راكم تشوفوا هكذا جلجلان وشعلت الفرن تاعي درجه حراره 180 درجه، دخلتهم طابوا لي من الاسفل ومن بعد شعلت لهم من الفوق تحمروا لي. وهذه هي هنا البنات اني ما خليتهمش خمروا لي يعني ما زادوش خمروا مره واحده اخرى يعني ما تنفخوليش مره اخرى، يعني ديريكت رحت دخلتهم للفرن. نكملوهم ونروحوا نشوفوهم مع بعض.
شوفوا البنات، كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، بزاف يعني خفيفه هشيشه وبزاف بنينه، صدقوني روعه، ان شاء الله يعني تجربوها وتنال اعجابكم. هنا نقسم معاكم حبه، خليوا الفيديو يمشي ونقول لكم الى الملتقى ان شاء الله في وصفه قادمه. سلام.